ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل احلى خلطة محشي. بس بصراحة الخلطة دي جبارة. ليه؟ لان طريقتها حلوة وكل اللي بجربه من ورايا بشكر فيه والحمد لله. خليكم بقى معانا للاخر. اهم حاجة تتفرجوا على الفيديو من الاول للاخر عشان برضو فيه حاجات كتير للي ما بعرفوش يحشوا. انا طبعا جبت يجي 4 بصلات حلوين وجبت 3 معالق زيت كبار وحطيتهم. انا ما بحبش اكتر يعني اي دهون في الاكل وكده. بس صراحه هتبقى التتبيله دي جميله قوي قوي. وبحط لها يعني اقول لك ايه، البهارات بتاعتها بتخلي طعمها حلو قوي. خليكي معانا وما تنسوناش في اللايك والاشتراك. وطبعا هنقول لكم احلى محشي. طبعا ما فيش محدش ما بحبش المحشي، كلنا بنحبه. انا نزلته معاكم كتير بس انا قلت اما انزله لكم كمان المره دي. بصراحه انا معايا دلوقتي بهارات، معايا بهار المحشي، معايا البابريكا، واحط شويه بهار فراخ، ومعايا ال7 بهارات والفلفل الاسمر والملح. دي التتبيله بتاعت المحشي. بس بصراحه لما بتحطيها تحمصيها مع البصله بتدي طعم حلو قوي. انا كنت عامله الطماطم دي في البتاع الفريزر زي ما انتم شايفين كده. بس بصراحه كنت عاملاها طعم يعني بتقعد عندي مده طويله. وكنت منزلها برضو معاكم قريب. بتخل على طول يا دوبك غلوتين وبتشيليها. ليه؟ لان طبعا هي تعتبر يعني معموله صلصه ومش محتاجه انك تسيبيها تغلي، بس هتفكي بس من التلج. وبعد كده هنعمل بها احلى محشي. بس خليكم، انا دلوقتي معايا الرز ده غسلته غسله حلوه، ومعايا الصلصه زي ما انتم شايفين بردت. اهم حاجه تكون بارده عشان الطماطم بتاع المحشي لما تكون بارده بتبقى حلوه. انا جبت الرز ده غسلته غسله حلوه وحطيته في المصفى لغايه لما الميه نشفت. اهم حاجه يبقى ناشف زي ما انتم شايفين شوفوا. ومعايا الخضره برضو غسلتها وحطيتها في مصفى. واهم حاجه برضو تكون مفيش فيها ميه عشان المحشي بتاعك يبقى ناشف وحلو كده. شوفوا انا هحط كل الخضره. انا بحب الخضره كتير للمحشي، طبعا كل واحد وذوقه. بس اهم الخضره يعني بصراحه لما يكون كتير المحشي بتدي طعم حلو قوي للمحشي. هنقلب المحشي على الخضره زي ما انتم شايفين تقليبه حلوه كده. وبعد كده هنقوم عاملين ايه، هنحط الصلصه بتاع المحشي. الصلصه ديت حلوه قوي. ومعلش انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه هريسه بدل الشطه. يعني انا ما حطيتش شطه، قلت اما احط معلقه هريسه من عندي بتدي طعم قوي للمحشي وبتخلي له الطعم جميل. خلصنا اهوت وفرغناها زي ما انتم شايفين. هتأديها تقليبه حلوه كده. كله لازم الرز كلته يشرب بالخلطه ديت. شو عامله ازاي؟ بس بصراحه الريحه جميله قوي قوي. على فكرة المحشي بيبقى حلو قوي اكتر في الشتاء مش في الصيف. بصراحة انا بحب اعمله كتير في الشتاء. ليه؟ لان الصراحة بتحسي ان تبقي محتاجة حاجة دافية كده، لكن في الصيف الحاجات دي بتبقى تقيلة بصراحة والله. يعني انا بالنسبة لي بس صراحة ان شاء الله لما تجربيه هيعجبك قوي باذن الله. شوف التقليبه الحلوه ديت. خلاص انا جبت شويه، ما بحطش الكميه كلها. انا جبت شويه في الحله وحطيت ورق زي ما انتم شايفين. الورق ده طبعا انا ما نزلتوش معاكم لان انا كنت مخزناه ونزلته معاكم برضو. اللي ماشي في الفيديو يخش ويشوفه. كلنا عارفين الورق بيتسلق ازاي، ميه وملح او ميه وسكر عشان الملح بيخليه شديد. زي ما انت شايفه شوفوا طلعته من الفريزر وفكيته واقوم حطاه رصاه على بعضه. بيبقى بصراحه بيبقى سهل قوي لما تكوني هتفرديه. شوفوا عامل ازاي. تعتبر ان انت زي ما تكون لسه جايباه وسلقاه. لو هتخزنيه حط معلقه سكر في الميه، ما تحطيش ملح. شوفوا بقى انا هجيب الورقه وهقطعها ازاي عشان تبقى سهله ليا واخد الف على طول. زي ما انتم شايفين قطعيها ورقه صغيره عشان المحشيه بتاعك ما تبقاش كبيره. انا بحب المحشيه الصغيره. شوفوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، صغيره خالص. هنرص بقى في الحله زي ما انتم شايفين بقى. دي محتاجه طبعا محتاجه قاعده المحشي بالذات. يعني في ناس تحب ان هي تعمله وهي واقفه، لكن انا لازم القعده ديت عشان يعني بصراحه بيبقى متعب شويه لما بتيجي تقفي. شوفوا احلى تتبيله. وان شاء الله لما تجربيها هتقولي بصراحه حلوه او ما عدتش هعمل الا هو. شوفوا هنفضل نلف اللفه دي كلها زي ما انتم شايفين. البنات الحلوه اللي ما بتعرفش تحشي زي ما انتم شايفين هنملي الحله كلها بنفس الطريقه. وطبعا هنيجي بقى نوريكم احلى حله محشي هتعجبكم باذن الله. شوفوا هقطع برضو الورق وهتلفيه برضو كمان مره. للبنات الحلوين زي ما بقول لكم اللي ما بيعرفوش يحشوا لازم نتعلم ونعمل كل حاجه عشان نبقى ستات بيوت شاطرين. شوفوا اهي انا بحب ارص المحشي خلاص كده.
انا دلوقتي سبت المحشي وهاجي اوريكم احلى بطه هنعملها جنب المحشي. زي ما انت شايفه اهيت، انا حطيت شويه فلفل اسمر. لازم بعمل الفلفل الاسمر من جوه لبره كده، عشان بصراحه الفلفل الاسمر بيبقى حلو. طبعا هي ما فيش فيها قصدي زفاره، لان انا غسلاها بالملح والليمون والدقيق. طبعا ما فيش اي زفاره زي ما انتم شايفين، بصراحه بتبقى حلوه قوي. خليكم بس، انا بعمل طبعا المحلول الملحي، ولما بحطه في الفريزر واجي اطلعه برده بعمل نفس برده المحلول برده زي ما انتم شايفين. دعكه حلوه بالفلفل الاصفر. وهرجع تاني هحطها، انا جبت حله وحطيت فيها معلقه زيت، احط بصلتين لازم تحمصيهم، ورق لورا وحبهان او مستكه، وهتقلبي كل ده تقليبه، وشويه فلفل اسمر برده في الارضيه، وهتسيبيه بيدي ريحه حلوه قوي. وبعد كده هتحط البطه عشان ايه؟ تلوحيها زي ما بقولوا، لازم تتلوح لها كده. وبعد كده اهم حاجه تكوني غاليه ميه وحطاها. ليه؟ لان الميه لما تكون مغليه، وهحط الطماطميه دي، الميه ما اوعي تحط ميه ساقعه، لان بتعمل ريم وبتخلي فيه زفاره للشرب. ده بقى اللي بخلي فيه زفاره للشرب. لكن لما تكوني بتغلي الميه وتلوحي البطه او الفرخه وتقومي حاطه الميه مغليه بتبقى حلوه. شوفوا اهو، هنقلب التقليبه. انا غطيت عليها بس شويه، وبعد كده هرجع تاني اوريكم انا هعمل فيها ايه ان شاء الله. هتاخدوا احلى شوربه، لا زفاره ولا اي حاجه. بتنفع برضو الشوربه بتاع البط دي، بتبقى حلوه في حاجات كتير، في محشي، في ملوخيه. اللي بيفضل ما ترموهوش، انا ما برموش، بقوم حاطاه في كيس لما يبرد، واقوم حاطاه في الفريزر، ولما احتاجه بقوم مطلعه. انا الوقت الميه سخنت اهيت، بحطها على البطه وهسيبها بقى تستوى، وهرجع لكم تاني، وان شاء الله هتاخدوا احلى شوربه باذن الله تعملوا بها المحشي زي ما انتم شايفين. هنغطي عليها ونسيبها بقى لغايه ما تستوى. اهم حاجه تخلي بالك تغلي الميه وتهدى عليها، ما تسيبيش النار ولعه قوي. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا جبت شويه شوربه وحطيت عليهم بابريكا وحطيت عليهم شويه ملح، عشان ده العقد بتاع المحشي زي ما بيقولوا. هسيبه، شوفوا زي عامل ازاي الشوربه، عشان سمينه بتبقى حلوه. انا المحشي اهوت لما خلصته لفيته وخلصته، بسم الله ما شاء الله. هنحط دلوقتي، حطيته شويه على النار. انا بعمل كده يعني في حدود 5 دقايق، عشان لما اكون مطلعاه من التلاجة. ما هو مش معقول هيبقى ساقع والشوربه سخنه، لا لازم الاتنين يكونوا دافيين شويه. بسيبه 5 دقايق على البوتاجاز وهد عليه، وبعد كده زي ما انت شايفه بقوم حاطه العقد بتاعه. حطه في النص زي ما انت شايفه كده، عشان كل ما بتحطي الشوربه في النص بيبقى احسن. وبعد كده هتحطي الكميه كلها زي ما انت شايفه. انا الرز بتاعي ما بياخدش ميه كتير، في رز بياخد ميه كتير وفي رز ما بياخدش. انا بقى الرز ده ما بياخدش. زي ما انت شايفه الميه مش هتبقى على الوش، هتهزيه كام هزه كده، لازم تهزيه عشان الميه تخش جوه المحشي. وبعد كده اللهم صل على النبي، ما يبقاش فيه ميه كتير. لما يكون فيه ميه كتير عشان ما يبقاش ايه، يبقى مفلفل زي ما بقولوا. انا بحب الميه تكون قليله زي ما انت شايفه. شوفوا احلى محشي ان شاء الله هيعجبكم. هسيبه بعد كده، انا حطيت له، وبعد كده ايه هنوريكم اهوت كده خلاص. بسم الله ما شاء الله، احلى محشي ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.